السلام عليكم. معانا النهارده حاجة مميزة جدًا، جدًا، جدًا في الهانوفيل. أهم حاجة تدوس لنا لايك وتشترك في القناة، هيصلك حاجات مننا جديدة جدًا، جدًا في الهانوفيل بالنسبة للعقارات. طبعًا يا جماعة إحنا عارفين العقار يمرض ولكن لا يموت. العقار اللي معانا الحمد لله والشكر لله لا يمرض ولا يموت، بسم الله ما شاء الله. معانا روف على شارع الرئيسي لشارع قصر القويري. الروف ده بمساحة العمارة بالكامل. مساحة العمارة بالكامل، الروف ده مساحته لا تقل عن 400 متر. ركز معايا في الروف واتفرج عليه. مساحة عملاقة بسم الله ما شاء الله. الروف ده واجهته بحري، غربي، شرقي، قبلي. الروف ده تهوية وشمس تشطيب سوبر 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 لوكس. مساحة كبيرة جدا جدا جدا. خليك معايا واتفرج معايا بتمعن واتفرج معايا بالراحة. عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد مشاهدات، لأن الروف ده الوحيد، المساحة الوحيدة اللي موجودة في الهانوفيل بالسعر اللي هتلاقيها مكتوبة عندك تحت في عنوان الوصف وفي الرابط. طبعا اتفرجنا على الريسبشن، مساحة كبيرة. طبعا عندنا تراس لافف حوالين الروف بالكامل، بحيث ان الغرف والريسبشن والمطابخ تبقى على التراس اللي احنا شفناه من شوية. شفنا الروف وده اول حمام عندي. الحمام ده طبعا يعتبر حمام دبل في حمام واحد، حوض وش، حمام استخدام. ده بالنسبة للضيوف. بعد كده هخش على توزيعة الروف، وهنتفرج كمان في آخر الفيديو على الروف من فوق. على فكرة من أفضل الاستثمارات اللي ممكن تستثمرها الروف ده للناس اللي حابة المساحات الكبيرة وتشطيب كويس ومنطقة راقية. ركز معايا في الروف. احنا دلوقتي شفنا الريسبشن، بسم الله ما شاء الله. الريسبشن كبير، جناح قصر. بعد كده عندنا المطبخ العمومي. خلينا دلوقتي على التوزيعة. شفنا الريسبشن، شفنا التراس، وبنشوف المطبخ العمومي. المطبخ العمومي كبير، يشيل معاه كافة الأجهزة الكهربائية اللي في البيت. ودي أوضة ودي التانية. وعندنا تاني، طبعا هنرجع نتفرج على الأوض دي تاني من أول على مهلنا. وده الحمام التاني اللي موجود عندنا. طبعا التشطيب بتاعنا سوبر لوكس، مساحات كبيرة جدا، تهوية جيدة. هنطلع نتفرج دلوقتي على السقف والعزل بتاعه. على فكرة السطح خاص بالروف. طبعا عندنا اسانسير. على فكرة يا جماعة سعر الشقة في العمارة دي 500,000 جنيه على شارع قصر القويري نفسه في الهانوفيل، أرقى شوارع الهانوفيل. ودي الأوضة دي كده عندنا أول أوضة. تمام، يبقى احنا كده شفنا دي أول أوضة. نرجع نبص على الأوض بالراحة واحدة واحدة. أنا كده هبص. شفنا المطبخ طبعا. بعد كده هنخش دي على الأوضة التانية. الأوضة التانية يا جماعة بصوا برضو، بصوا على التراس، خلي بالكم. عندنا الحمام بتاعنا برضو. ودي الأوضة التالتة. طبعا الأوضة التالتة رابطة بالتراس اللي احنا شفناه في أول الفيديو. تمام، بيلافف الروف بالكامل. ركز معايا، شوف السعر عندك تحت في العنوان، ويا ريت ما تضيعش منك الفرصة دي. طبعا ده عندنا بسم الله ما شاء الله. ده التراس اللي لافف حوالين الروف، يعني بسم الله ما شاء الله كأنك قاعد في بيت او فيلا. على فكرة حواليك في العماير اللي حواليك، في كل عمارة فوقها روف بمستوى نفس المستوى ده، يعني ساكن حواليك ناس راقية. تعالى بينا بقى نطلع على السطح بتاع الروف. قلنا السطح خاص بالروف. السطح معمول عزل، فل، بوتامين، خيش، بلاك، بورسلين، مش معمول سيراميك، معمول بورسلين قطع ليزر عشان يستحمل درجة الحرارة ويستحمل الشمس. طبعا عندنا ده السطح بتاعنا، والسطح واخد عمر العمارة. واللي في الوش دي الشخشيخة اللي هي بتاعة الأسانسير. أهم حاجة تدوس لنا لايك. أهم حاجة ما تنساش تكلمنا عشان تحجز معايا تتفرج على الروف. الروف ده سعره ممتاز ممتاز، واستثمار رائع في قلب الهانوفيل. تقدر تستثمر فيه فلوسك وتحطها وتسكن عيشة كويسة. وانا شاكر ليك ان سمعت معايا الفيديو للاخر، ومتنساش تكلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.